استاذ منيب، خصوص الكوفيه، السيد عميد الكوفية. الكليه ديال بن مسيك، السيده دايره كوفيه، قال لها ما غنعطيكش الجائزه حتى تحيدي لنا هذه الكوفيه. شوف الأخ المهداوي، أنا تكلمت على الموضوع اليوم. هذه الكوفية حرت العالم. الناس ما كانوش كيعرفوا القضية الفلسطينية ولا كيعرفوها. الطلبة في أكبر جامعات في العالم داروا إضرابات وتسلخوا بقاو دارين الإضرابات ونعسوا في الأرض باش يجسدوا داك الأموات وداك الحرب الإبادة. ما خلاو ما داروا. أساتذة دوليين عالميين قد الخلا تكلموا، وحتى العرب وحتى من المنطقة المغاربية ديالنا تكلموا، ودرنا المسيرات ودرنا الوقفات. إفريقيا الجنوبية صيفطتهم المحكمة الجنائية الدولية، والعالم كله كيبكي. برلمانيين في إيرلندا، في نيوزيلندا، في أستراليا كيبكي. واحد كيقول لهم كيفاش نشوفوا اطفال بدون رؤوس، كيفاش؟ ولكن خاصكم تعرفوا بان هذا الكيان الصهيوني راه كيدير اختراقات في واحد العدد الدول. شوف فرنسا قالت لك اللي مشى دار تدوينه نضربوا ب5 سنين، ورغم ذلك خرجوا الناس. شوفوا كيفاش انه رئيسه البرلمان في فرنسا اللي اليوم عادوا انتخاب ديالها لانه كاين لوبيات كتدفع بهذاك الشيء، انها ملي هذوك هزوا العلم الفلسطيني داخل البرلمان ضرباتهم ب 15 يوم عقوبه، وهي جات هزه العلم ديال اسرائيل ما بقات ما دوا معها. تخيلوا معايا، كاين اختراق، وهذا الاختراق كاين حتى في بلادنا. وعلى المستوى الاكاديمي مع كل الاسف ان واحد العدد ديال الناس ضعيفي الشخصيه اللي كيقولوا ما جا تدخلوا معنا واحد الجمعيه ندوروا معاكم، ها البرديان، ها بشكيطو، ها القهوه، ها انت واخا تكتب غير سراق الزيت كبير وكاين فيه الصغير يعطوك جائزه باش تولي انت معاهم. وهاد الطلبه اللي مشاو من الاخوين وصلوا تل اسرائيل، فين العقوبه؟ فين هذا الشيء؟ حنايا كدوله ومجتمع وشعب كلنا مع القضيه الفلسطينيه، لانه لا تحررت فلسطين حنا غنتحروا، لان الضربه اللي جات في فلسطين راه جايانا ضربه حنا، ولانه بغاو يحيدوا لنا الصحراء ديالنا بداو بينا حنا، بغاو يقسمونا قبل ما يقسموا الصومال والسودان. وبانه هذا المجتمع المنتظم الدولي الغاشم المتسلط المتغطرس ما باغيش لينا الخير، باغي ياخذ لينا خيراتنا، باغي ياخذ لينا بلادنا ويقسمنا. والكيان الصهيوني راه داخلنا. ولهذا انا كنت تفاجأت، شفت واحد الصهيوني كيتكلم ملي كانت هذيك الضربه ديال 7 أكتوبر طوفان الاقصى، واللي جات نتيجه ديال طوفانات ديال الكيان الصهيوني تجاه اخواننا الفلسطينيين مساكن، هما كياكلوا في الدق، هما عايشين في حبس. واخا كاين اللي في الحبس الحقيقي وكاين اللي في داك مقفول عليه تما، واليوم بغاو يحيدوهم ديك الطريق باش يدوزوا الانابيب لان كاين الغاز في البحر ديال غزه. راه قلت لكم قبيله في الاول الطاقه. ولهذا هاد المتصهينين اللي عندنا حنايا حنا رافضينهم. وما كاينش يقول لي شي واحد حوته تخن الشواري. حنا كنعتزوا بالاساتذه وبالعمداء وبرؤساء الجامعات ديالنا والباحثين والباحثات ديالنا اللي على فوق راسنا، مناضلات ومناضلين شرفاء، وكونوا اجيال واجيال من الدكاتره ومن الابطال في كل المجالات، ومن هنا كنحييهم. ولكن بحال هذا راه كنفضحوه ونزيدوا نفضحوه. ولهنا كنتسائلوا انه حتى في ذاك المباريات باش تطلع عميد خاصك دير برنامج ديال التنميه ديال الكليه ديالك، وكدوز قدام واحد لو جوري وكيختاروا 3، ومن ضمن داك 3 كيتختار واحد منهم. حنا كنا شفنا الاساتذه ديالنا بعدنا في كليه العلوم عين الشق ماشي بن مسيك، واخا بن مسيك فيها اصدقاء ديالي وزملاء ديالي كنعتز بهم ايما اعتزاز. انا في عين الشق الاساتذه اللي معايا طلعوا رؤساء جامعات، طلعوا عمداء، طلعوا مدراء ديال المدارس قداشنا هي، وحنا كنفتخروا ايما افتخار بهم وكنعتزوا بهم ايما اعتزاز. هادو علماء من صنف عالمي، كاين ضمنهم اللي خداو جوائز كتضاهي جائزه نوبل، كاين ضمنهم اللي صنفوا ضمن 100 باحث اكثر تاثيرا في العالم، من عين الشق ومن بن مسيك في الجامعات الحسن الثاني الدار البيضاء اللي هما الزملاء ديالي وانا كنعتز بهم. وهاد الكارثه اللي قام بها هذا الاستاذ خصها تكون درس لمن اراد ان يتصهين غدا. والله ما نخليهم يدوزوا، إن باسخون با، ما غنخليوهمش والله، لا خليناهم ونفضحوهم. انا هنا كنحيي الاستاذ صامود اللي هو رشيد صامود ديال لو اس تي المدير، اللي من بعد هذاك السيد العميد بن مسيك بغى يهينها، ناض هو وعطاها الجائزه، وانا هضرت معاه وحييته لانه مدير
ممتاز، بحالو بحال المدراء الاخرين اللي عندنا والعمداء الاخرين اللي عندنا. تحيه لهذا المدير. ما كرهتش انا اللي متابعينا في الحلقه في الدردشه، اخوان ديروا واحد التحيه لهذا المدير باش هذا النوع من الناس. الاستاذ رشيد صمود حفظه الله. رشيد صمود، تحيه الاستاذ رشيد صمود. وما كرهش الاخوان يقولوا كاملين تحيه الاستاذ رشيد صمود. استاذه منيب، الحديث حول حريه العميد من عدمها كانت كذلك هذه وجهه نظر ديال البعض. واش في هذا المجال يمكن نقولوا الخيانه ليست وجهه نظر؟ الخيانه ليست وجهه نظر. سالينا. خيانه. جميل جميل. استاذه، حنا تقريبا شي 40 مليون دابا في المغرب، قريب نوصلوا 40 مليون. علاش دابا كاين دول افريقيه عصغيره ولا جات من ورانا وجامعات تكلاسات، وحنا جامعاتنا ما كيتكلاساوش؟ شنو مشكل الجامعه المغربيه؟ علاش ما كنتكلاساو ما والو؟ علاش ما كنتكلاساوش؟ اولا لاننا كنهمشوا البحث العلمي. حنا دابا عندنا واحد مئات ديال الاساتذه والاستاذات باحثين، كاين اللي ضمنهم حتى اللي كان خارج من الكوميساريا لينيرجي اتوميك، اللي جا من كندا، اللي جا من امريكا، اللي جا من سويسرا، اللي جا من فرنسا، من اكبر المختبرات. ولكن الدوله المغربيه باقيه كتخصص 0.7% من الناتج الخام الاجمالي ديال البلاد اللي هو قليل، يلاه شي 120 مليار ديال الدولار، 0.7% للبحث العلمي. حنا خلينا الباحثين ديالنا كيخدموا المختبرات العالميه، هادو اللي تصنفوا كتلقى في الفروق بزاف المغاربه. هذاك لو سيرن اللي هو اللي كيقلبوا يطلعوا البيج بانك، في اساتذه معانا. استاذ حماده فيزيسيان كياخذ الجائزه في جنيف، ما كيعرفوا حتى واحد في المغرب. وزيد عليه واحد العدد الاسماء اللي يمكن لي نقول لك هنا. حنا سيدي ما كنامنوش بالبحث العلمي، حنا كنجيبوا ناس ما عرفت منين، حيت صحاب مول باش وكيقول لك اسيدي تكنوقراط، ها ما غنديروهم لديك الجهه. حنا ما كنشجعوش الاساتذه. اليوم اسمح لي نقول لك وتنشكرك على هذا السؤال، واحد العدد الاساتذه غادي يمشيو للتقاعد، كيمشيو بواحد الوتيره كبيره. تخيل معايا الكليه اللي انا فيها بالمسيك، ماشي بالمسيك، عين الشق، طريق جديده، كليه العلوم، حلات في 82. تخيل شحال من عام هذه 82. دابا شحال غادي نحسبوا؟ اكثر من 40 عام، 42 عام باش حلات. الاساتذه اللي دخلوا ليها شباب عندهم 20 عام وعندهم 25، راه دابا غيمشيو للتقاعد. وفينا هي كيمشيو لينا بحال دابا حنايا من الشعبه ديال البيولوجيا 15 كيمشيو للتقاعد، كيعطونا جوج ديال المناصب ماليه. واش هادو باغيين الخير للبلاد؟ واش هادو باغيين الخير للتعليم؟ انا نهار دخلت لكليه العلوم السنه الاولى كنا كنديروا 16 ديال التطبيقات غير في البيولوجيا، يعني ديال الخلايا. دابا شحال كنديروا؟ صفر. قال لك التطبيق بلاش. اذا الدراري يدخلوا تما كندير غير فوا كاراج. الطلبه غير ديال الفقراء اللي كيجيونا اللي عنده شي فليسات راه صافطوا ولادهم من ديك الجهه، هادو هرسوا لينا الاختلاط المجتمعي. المدرسه ما باغيناش، المدرسه قال لك اسيدي كتخلع، كتخرج الاطور. راكم شفتوا اليسار منين خرج؟ المدرسه العموميه والجامعه العموميه. قال لك اي هاد المدارس والجامعات كتخرج لينا معارضين، وكتخرج مفكرين وعبد الجابري، وكتخرج لينا العروي، وكتخرج لينا الحدادي، وكتخرج لينا وزيد كتخرج لينا هاد الناس هادو. ايوا بلاتي حنا ما عندنا ما نديروا بالفلسفه، حبسوها واحد الوقت. ما عندنا ما نديروا بالاساتذه، نحبسوا البحث العلمي. اذا هذا اختيار ديال الدوله، ماشي حنا فاشلين، لا راه متميزين. انا الابحاث اللي كنت كندير في نص نهار في فرنسا، لان فرنسا عندها تجهيزات وعندها كل شيء، 6 شهور وانا كنجري من هنا لهنا باش نجمع لي زيشانتيون، باش نجمع لي برودوي، وخصني نطلب ونوقف. لا كان الطبيب كيدير جراحه باش يهز واحد لا تومور باش يعطيني منها طريف، ونشري لازوت ليكيد من عندي باش يعطيني داك الطريف. لقيت راسي غنولي طلابه وغادي نحطم الشخصيه ديالي باش ندير واحد البحث ربما ما غيوصلش كاع حتى شي حاجه. ولقيت راسي بانه تراجعت، وبقاو اساتذه ما تراجعوش وفي المختبرات وكيأثروا وكيخدموا وكيجتهدوا، ولكن ما لقاوش التشجيع، ما لقاوش التمويل، ما لقاوش السياسه ديال البحث العلمي، ما لقاو والو. الناس ما كتفهمش بان البحث النظري اساسي، لا ديروا التطبيقي. واش نزيدوا خيزو مع الباربا ولا الباربا مع خيزو؟ لا، راه خصك دير التاصيل النظري. ولهذا الاساتذه ديالنا اللي كينشروا نشروا في الخارج. ملي كانت الدكتوراه الدوله كانوا كينشروا الاساتذه، كنا واحد الوقت حنا هما ثالثين في افريقيا، لان كانت دكتوراه الدوله
والاساتذه باش يدوزوا الدكتوراه ديالهم ديال الدوله كيجاهدوا واخا بامكانيات ضعيفه، وكيمشيو المؤتمرات الدوليه على حسابهم ويمشيو المختبرات ويطلبوا لي برودوي ويخدموا ويديروا. الدوله هذاك الشيء ما عجبهاش، حيدات الدكتوراه الدوله حيت حنايا تابعين لفرنسا. قال لك لا فرنسا ما بقاتش دايرها صافي حتى حنا ما نديروش. وحنا ضربنا بيدينا تعليمنا، اللي خاصو اصلاح شامل من الاولي حتى الجامعه، ونشجعوا البحث العلمي. حنا اليوم انا اللي كيعلمني هو هاد العلماء الكبار والعالمات الكبار اللي غيمشيو للتقاعد وما كاينش اللي يخلفهم. جا السيد الوزير قال لك غنديروا جيل جديد من الدكاتره يطيبهم في كوكوت مينوت. واش كاين شي دكتور كيخرج بلا ما يكون في واحد المجموعه في واحد المختبر وبلا امكانيات بلا تشجيع؟ داروا اقتراح اللي دار هاد اسمح لي نضحك شويه واسمح لي الجمهور الكريم. كاين شي حوايج في هذا الوقت في هذه الحكومه كتضحك. من جمله الحوايج اللي ضحكتني عبد اللطيف وهبي قال لك من جمله الاقتراحات في جانب سميتو، قال لك القضاة خاص يكون عندهم 75 عام عيوصلوهم. وشنو هو المبرر؟ قال لك القاضي ملي كيكبر يصبح اكثر زهدا في الدنيا ويصبح اكثر وهي الحقيقه اش كتقول الواقع. فهمتي يا استاذ؟ ما هضرش على القضاة باش ما يفهموش. بشكل عام هو الانسان كل ما كيكبر بزاف في لاج كيتشبت بالدنيا اكثر، وهو الانسان كيتقلب له جوج. كاين واحد العنوان واعر، القضاة اليوم اللي كيقدموا استقالتهم الشباب ماشي القدام. شي لا درتي كاين واحد القضاة اذا شكون اللي زاهد بالدنيا وما الشباب اللي جاو زوينين ما عجبوش بعد. اما القضاة القدام والله لا تفكرك مع المنصب. دابا هو وهبي قال لك الا بغينا نصلحوا القضاة نزيدهم 75 عام. ايماجيني انت دابا قاضي وكنعرفوا الانسان كيكبر كيجي الزهايمر، وتصور قاضي يحكم عليك وهو 75 عام. مستشار برلماني بحال العرشان مثلا عنده 86 عام ويصاوب القاعده قانونيه. شوف هذا المنطق دابا كيفاش. الاخ المهداوي الله يحفظك، حنا دابا ماشي ندويو على الزهد، خصنا ندويو على القانون. لا هو اللي قال لا هو فهمت راني فاهمه. خصنا ندويو على القانون. القانون خصو يحكم على الجميع، وان القضاة انا هنا كنحيي القضاة الشرفاء واكثر منهم في النادي ديال القضاة ديال المغرب، ماشي هذاك الوداديه اللي كانوا دعوني واحد العام. ما كاين باس كما كان الحال. هذيك دعاوكم الناس كيسبوا القضاة وكيتسالاو. والله الا تفكرت بلاتي انا بغيت نقول لك واحد الحاجه اللي هي مهمه، انه المساله ماشي بالسن، لان يقدر يكون الانسان اللي هو يوصل واحد السن ديال 70 سنه 75 سنه ويكون في صحه جيده، اللي كانت الا كانت العيش ديالو مزيان وكياكل مزيان وكيلعب الرياضه مزيان ومنسجم مع راسو، يعني ما كيشفر ما كيسرق وكيحكم بالعدل. هذيك هي الانسجام، لانه الانسان اذا كان كيحكم بالعدل وكان عنده واحد ليجيان دو في مزيانه راه يمكن له يعيش 95 سنه. استاذ منيب مزيان نقول استاذ الجباري. كتعرفي الاستاذ الجباري يا استاذ منيب؟ قاضي الجباري. وي كنعرفو. قاضي صغير، هذا صغير في السن مره، ولكن دعا صيته عنده واحد المحبه عند المغاربه وقاضي نزيه باقي غير صغير. علاش؟ راه المصداقيه هي كل شيء. المصداقيه راه ماشي القضيه بالسن، راه المصداقيه هذه كاينه. تخيل معايا دابا حتى في الدول المتقدمه كيقول لك بان الانسان اللي كان بحال دابا عنده التقاعد 65 عام ولا شي حاجه، 65 عام راه الاوج العطاء. الانسان راكم واحد التجربه قداشنا هي، سواء كان مهندس او كان كتلقى بحال دابا لي بروفيسور او ميديسين كيبقاو كيزاولوا الا كان شي مهمه بحال دابا ديال الجراحه الدقيقه وكيخافوا من شي حاجه. ولكن هذوك الناس راهم مسؤولين وما غاديش يبقاو فيه بوتفتاف وغادي يبدا يفتح العباد الله دابا ما كايناش. هادو راه الناس نزهاء والناس الراس ديالهم مبني مزيان وفيه مكتبه يعني ديال الكتوبه وديال الفلسفه وديال علم النفس وديال هذا القضيه ما هياش بالسن، القضيه خاص النزاهه. عنوان بارز الحراك القضائي شكون صنعوا؟ ماشي هذه قضاة المغرب. هذا الحراك القضائي اللي كان في هذه السنوات